السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة كليكوك. معكم مريم بركات. اليوم سوف أقدم لكم عصير بالأفوكا أو الأفوكادو. عصير يعني راقي وشهي، يعني يصلح للمناسبات. بالنسبة للمقادير سوف نحتاج إلى حبات من الأفوكا أو الأفوكادو، 3 حبات تقريبا نصف كيلوغرام، إلى لتر من الحليب. هنا كريمة سائلة تقريبا كأس غير مملوء، تقريبا 100 مليلتر، ويمكن تعويضه أيضا بجبن كيري أو ياغورت كريمي. هنا تمر معجون تقريبا 50 جرام، يمكنكم أيضا استخدام التمر العادي لا مشكلة، لكن هذا يعني يسهل طحنه. وهذا ياغورت بمذاق البيستاش أو الفستق، بمذاق الفستق أو البيستاش، وسكر الفانيليا. يعني توليفة جميلة جدا، يعني عصير لذيذ ويحتوي على منافع كثيرة. يعني تمر وأفوكادو، يعني غني جدا. هنا أخلط جميع المكونات في الطحانة الكهربائية، ليس هناك أسهل من إعداد عصير. تحتوي الأفوكا على الكثير من الدهون، لذلك هناك العديد من يعني يتجنبها، إلا أنها يعني دهون أحادية، يعني غير مشبعة. يعني أخصائي التغذية يعرفون ما تعني هذه الأمور، يعني أنها مفيدة للصحة يعني ومفيدة للقلب بشكل يعني خاص. لذلك هنا أضيف الكريمة السائلة، إذا لم تتوفر لا مشكلة، أضيف فقط جبن كريمي أو أضيف قطعتين من كيري، جبن كيري. هنا أضفت الحليب، يعني لتر من الحليب، لكن القوام على حسب الرغبة، من يريده خفيف. هنا أضفت عصير حامض أو ليمون، يعني إذا ما كنتم سوف تستهلكون العصير في حينه يعني لا مشكلة، لكن إذا كان سيبقى يعني كما تعلمون يعني الأفوكادو يعني تتأكسد بسرعة، يعني أضيف عصير حامض أو ليمون أفضل. وهذا هو الشكل النهائي للعصير. أتمنى أن تنال الوصفة إعجابكم. لا تنسوا أن تزوروا موقع القناة www.clickcook.com، سوف تجدون وصفات أخرى، وأن تضغطوا على زر لايك إذا أعجبكم الفيديو، وعلى زر اشتراك لتتوصلوا دائما بالجديد. أشكر متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.